اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في اديفيرس توكس. متعودين كل اسبوع يكون معانا نجم من نجوم المجتمع في تخصصات مختلفه. نجم النهارده هو يعني اكسبشن شويه، لان هو حد بقى مش من الناس اللي بيتكلموا بكلام شويه يكون ثيوريتيكال ولا كلام ليه علاقه بالنظريات. نجم النهارده واحد منكم، واحد من الناس اللي هم ماسكين الموبايل وبيعلقوا بيعملوا شير وبيعملوا لايك وبيعملوا كومنت وبيعملوا الناس اللي فاهمين السوشيال ميديا، اللي فاهمين مواصفات جيل الفا وجيل زي. النهارده هنتكلم عن حاجات مهمه جدا جدا مع ايمن الشربيني، اخويا الصغير، صديقي اللي دايما بسعد اني بشوفه، الشخص اللي متربي 3-4 مرات. على راسي والله يا دكتور. حبيبي حبيبي والله. نورتني يا ايمن والله. نورك. انا سعيد جدا اني موجود معاك النهارده، ودايما كل ما بشوفك باخدك في حضني واقول لك انا بحبك. حصل. فدي حقيقه، انا بحبك لادبك الله يعزك ولتواضعك، ربنا يزيدك من فضله. ربنا يخليك. النهارده يا ايمن احنا عاوزين نتكلم في موضوعات شويه، ندخل في الموضوع، مش عاوزين ننظر على الناس. انت من الناس اللي انت بتحبش كلمه انفلونسر، بس يو ار انفلونسر على لينكد ان، وواخد ريت متقدم جدا جدا. وانا دايما لما بتكلم بقول ايه؟ بقول ما تطلعش تنظر علينا وتقول لنا نعمل ايه عشان خاطر ننجح وحضرتك ما عملتوش، مع ان لو كان كلامك صح كنت عملته انت. زي الناس اللي بيتكلموا في البيرسونال براندنج وهو اصلا ما عندوش اي سكسس ستوري ومحدش عارفه، او ما عرفش يحقق ده ويطبق ده على نفسه. لكن ايمن شربيني هو حد قدر بخطوات معينه عمليه انه يكون ليه ترتيب على مصر وعلى الميدل ايست في ظل وجود عمالقه في تخصصات مختلفه، قدر يعمل ده. فعاوزين نتكلم عن لينكدين وازاي نقدر نستفيد منه، وازاي نقدر نبقى يعني مؤثرين عليه ولينا يعني تواجد عليه، وازاي نقدر نستفيد منه ونحقق منه وظائف. طبعا دي مجموعه اسئله ودي المحاور اللي هنتكلم فيها النهارده. خلينا نتكلم الاول من البدايه. هو في حد بيشتغل من لينكدين؟ هو انا تجربتي ان كل اللي اشتغلوا على لينكد ان اشتغلوا عليه، مش اشتغلوا منه. كل اللي اشتغلوا عليه اشتغلوا منه. صح كده. دي اول حاجه. كلمه تشتغل عليه دي مش معنى ان انا اعمل كريشن للبروفايل وانساه، ما انت كده ما اشتغلتش على نفسك على لينكد ان. لينكد ان قايم على داتابيز، هو داتابيز كل ما بتدي له مدخلات انبوت بيطلعك في الاخر كمخرجات. هو مش شايفك، هو شايف اللي انت هتحط له بياناتك عليه. دي اول حاجه. فبالتالي انت كل ما بتملى البروفايل بتاعك صح، وصح دي بسيطه جدا. في ناس دايما بتبقى معتقده ان لينكد ان ده معقد. الناس دي بقى اللي معتقده ان لينكد ان معقد، دول ميزه لينا احنا والميزه لاي حد بياخد خطوه صغيره على لينكد ان، ان هو بيسبق كل اللي وراه، كل اللي فاكره معقد او كل اللي جنبه، مش هنقول كل اللي وراه. هي دي الفكره في لينكد ان، ان اغلب الناس شايفينه صعب، لكن الخطوه هتفرق معاك جدا عليه. فبالتالي انت مجرد ما عملت كرييشن للبروفايل، هو لينكد ان بيقول لك انت اكملت كام في المية منه. هو كل ما تحط له اسمك، كل ما تحط له صورتك، كل ما تحط له هيدلاين، كل ما تحط له سامري، كل ما تدخله اكسبيرينس، هنتكلم عنها بالتفصيل طبعا. كل ما تدي له انبوت هو في الاخر بيقراه اوتبوت في الاخر. هدي لك مثال صغير. انا اول ما اتخرجت كنت بشيل محاسبه من اول الرابعه. ده المثل الاكبر بالنسبه لي والاسوأ في تاريخ. وانا محاسب. وكنت ده بالمناسبه لما كنت خريج متخرج من تجاره، الحمد لله تقديري كان كويس، بس كنت دايما مشكلتي في المحاسبه. لما اتخرجت كنت بين ان اشتغل محاسب، الشغلانه الاصعب بالنسبه لي والاكثر سوءا بالنسبه لي، وبين ان اشتغل شغلانه تانية كذا حد قال انت شاطر فيها، ماركتنج، اتش ار. كان عندي اكتيفيتيز كتير في البي ار، كان عندي اكتيفيتيز كتير في الجامعه كمان. ففعلا سمعت كلامهم في جزء ان انا عملت اكتر من سي في. دايما بنقول على انك لما تيجي تقدم على شغل وانت لسه متخرج جديد ممكن تعمل اكتر من سي في. لو هم بعاد عن بعض شويه، مش معقول تعمل سي في لواحد اشتغل فيه اتش ار وسي في نفس السي في تشتغل بيه محاسب. صح. مش لوجيك خالص. غير لينكد ان، لا حتى لو عملت تو بروفايلز مثلا باسمك او باسمك مثلا اسم ايمن الشربيني، عملت بروفايل تاني باسم ايمن حلمي واستهدفت بايمن الشربيني وليكن محاسب، بايمن حلمي وظيفه تانية وليكن اتش ار مثلا، لا ده خطا كبير على لينكد ان. لينكد ان هيقفل لك التو اكونتس بنسبه 99% او بنسبه 100%. حصلت مع كل اللي اعرفه. فبالتالي كنت مستهدف كليتي على لينكد ان، ان انا محاسب بدور على شغل محاسب. اللي عملته ان انا خدت كل اللي انا درسته، سواء بقى الجامعه بتاعتي، الكورسات اللي انا اخدتها، التدريبات اللي انا عملتها، الاكتيفيتيز بتاعتي، وحطيتها على لينكد ان
لقيت ان في بعد 6 شهور لقيت نفسي بظهر كاول نتيجه بحث على لينكد ان لاي حد في مصر بيعمل سيرش على كلمه اكاونتنت. معقول؟ ده كان بالنسبه لي، انا كنت شايفه في الاول هبدا مني، كنت شفتها كده جت معايا بالبايلك حظ مبتدئين. وفرحت بيها جدا. وقعدت 6 شهور بعدهم او سنه كامله بيجي لي في الاسبوع مكالمات اكني شغال كول سنتر. اي حد بيسيرش على ومالتي ناشونالز كلها، لان لينكد ان في 2011 كانش فيه كل الشركات الناشونال واللوكال والحاجات دي كلها. فبالتالي القصه دي كلها ان لينكد ان قرا الانبوت اللي انا دخلته له. هو ما شافش انا شاطر ولا مش شاطر، مش بقول ان دي حاجه ميزه ان انا ابقى مش شاطر، بس الفكره كلها ان انا حاولت اقول للينكد ان انا شاطر في الحاجات دي. عن طريق ايه؟ استخدمت الكي ووردز الصح اللي تخلي لينكد ان يقرا ان انا اكاونتنت شاطر. دي النقطه بقى، انك تستخدم لينكد ان صح. طيب يبقى انا كده اقدر اشتغل من لينكد ان لو عرفت استخدمه صح، او عرفت اكرييت بروفايل عليه بشكل صحيح. السؤال، هل اقدر اخد كل البيانات بتاعتي واروح للتشات جي بي تي او الاي اي واقول له اعمل لي المحتوى اللي انا اخده منك كوبي بيست احطه على اللينكد ان ولا لا؟ قول لنا بقى. المفاجاه ان مش هقول للاسف، اقول فعلا ان شات جي بي تي والاي اي بيجيب الحاجات دي كلها وبيسهل الحاجات دي جدا 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 وبيميزها جدا وبيخلي البروفايل يبان في نتائج البحث فعلا بشكل كمان بيديك الكي ووردز. بيديك الكي ووردز، ولكن مش هيميزك تبقى رقم واحد. دي النقطه. هيخليك في الافضل 100 مثلا حد مستخدم الكي ووردز الصح للشغلانه دي، هيخليك في افضل 50 لو شغلانه المهتمين بيها اقل، هيخليك في الافضل لكن تبقى رقم 1 أو 2. اعتمادك على الاي اي هيخليني انا كايمن لو انا بدور على شغلانه مثلا كونتنت رايتنج مثلا، هيخليني شبه اللي جنبي اللي كاتب نفس الكي ووردز اللي هتميزه الكونتنت رايتنج، هيخلي اللي بعده وهكذا وهكذا. اللي بيميز بقى ايمن عن فلان عن فلان، حتى لو استخدمنا الاي اي بنسبه 70%، في بعض بقى النقط الكريتيكال اللي هتميز بروفايل عن بروفايل بتاعتك انت، اللي هي بنسميها ايه؟ الستوري بتاعتك. دايما بنقول بالذات في الاتش ار او بالذات لينكد ان نفسه قايل الكلمه دي بس محدش بيرجع وراها او بيركز فيها. يقول لك ان عشان ادي لك ريت اعلى على لينكد ان، لو انت حتى استخدمت الكي ووردز مش كافيه، لو انت استخدمت الصوره بروفيشنال، بالمناسبه الصوره بروفيشنال بتزود فيو للبروفايل بتاعك 14 ضعف. ده لينكد ان نفسه قال كده. يعني كل مره اقول الكلام ده الناس اللي مش حاطين صوره خالص، ده انا بيجي لي كميه اضافات لناس مش حاطه صوره كتير جدا، او صوره من ظهرهم او صوره من جنبهم او صوره باسمهم. ده الحاجات الكويسه. في حاجات تانية خالص، في ناس بيحط صوره قطه على لينكدين. صوره مش عايز اقول امثله طبعا تقلب الموضوع ضحك قوي، بس في بلاوي. في زهره الربيع على لينكدين برضو، ده في اكتر من زهره الربيع، يعني الاسماء المستعاره برضو موجوده. في للاسف مش في الاسماء بس في الصور. لينكدين نفسه بيقول ان الصوره بروفيشنال بتزود الفيو 14 ضعف. مش بس صوره بروفيشنال، لا، تكون وشك كله الاضاءه كامله، يكون حتى يقول لك فيها ايموشنز. لما سمعت كلمه ايموشنز دي انا قريتها جوه مقر لينكد ان لازم الصوره يكون فيها ايموشنز. فقلت يعني ايه ايموشنز؟ قال لك ما يبقاش واقف صوره 4 في 6 بتاعت الجيش، ما يبقاش واقف كده صوره السفاره، لا، لازم يكون فيها بعض المشاعر اللي تظهرها وانت حماس، واحد بيعمل اي حاجه كده، تبقى مبتسم على الاقل، تبين ان انت حد فريندلي، تبين ان انت حد، لازم يكون فيها شويه ايموشن مثلا. ده الصوره، يعني مش هنخش من كتر التفاصيل في لينكد ان، بيركز حتى في الصوره بروفيشنال عن الصوره بروفيشنال اللي جنبها عن طريق الايموشنز، وليكن ده سبب من الاسباب. فرجعنا للجزء الاولاني، ان اي حد بيستخدم تفصيله صغيره على لينكد ان هتفرق معاه، خاصه بقى لينكد ان قالها في الارقام. لما تيجي تقول لي انا رقم 1 مثلا في مصر في تقديم خدمه معينه، انا عندي 20,000 عميل حققت له ارقام، انا حققت، لو انت محاسب او لو انت مهندس او لو انت شغال حاجه قلت مبيعات وليكن، قلت حاول تكرييت ارقام حقيقيه حققتها وتببلش الستوري دي. بنسميها الاكسبرتيز بتاعتك، اللي انت تقول انا مثلا كبروفيشنال في مجال الفلاني قدرت مثلا اوفر للشركه كمحاسب 20% من الكوست، قدرت احقق مبيعات اكتر بنسبه 50 واربطها بارقام. قدرنا نفتح 5 فروع. ارقام يعني فاكتس، ما بتقبلش، مش كلام هوليستيك كده بس كده، كانوا بي ميجرد. بالظبط. النقطه دي اللي بتميز مثلا اللي شغال بالاي اي عن اللي شغال بالاي اي اللي جنبه. دي نقطه من النقط. وحاجات تانية كتير بقى، هي الستوري بتاعتك، حتى السامري بتاعتك، الاباوت على لينكد ان لما تعمله كقصه. لينكد ان تشات جي بي تي او اي اي بلاتفورم هيدولك حلو جدا، لكن لو خدته كوبي بيست من غير ما تحط الستوري بتاعتك والتون اوف فويس بتاعتك، هيبقى باين هو تشات جي بي تي. انا بفتح بروفايلز على لينكد ان
بشوف اول حاجه شات جي بي تي من غير ما اكمل قرايه. نفس الايموجيز ونفس برافو عليك، خدتها من على لساني، نفس الايموجي يا جماعه. طب شيل الايموجي، خدته من الاي اي، شيل الايموجي. أيوة. مش هكتشف ان هو اي بي صح بسهوله. صح صح. دي نقطه مهمه جدا. افصل شويه عشان تبين ان انت ليك ستوري على لينكد ان. سمعتك قبل كده بتتكلم عن ان الشركات دلوقتي اصلا ما بقتش بتعمل اعلانات، بيدخلوا يعملوا هيد هانتنج للناس من خلال البروفايلز بتاعتهم على لينكدين. فدي اهميه اللينكدين، ان البروفايل بتاعك يخلي شركه تخش تواصل معاك مباشره عن طريق البروفايل بتاعك من غير ما يكونوا عاملين اعلان. صح جدا جدا جدا. هقول لك نسبه صغيره، ان في 8 بيتعينوا كل دقيقه من لينكد ان على مستوى العالم كله من ايزي ابلاي، ان انت تخش تابلاي على الجوبز بتاعت لينكد ان. قصاد كام واحد بقى بيقدم في نفس الدقيقه؟ تخيل رقم كده، 9000 عمليه تقديم على الوظائف دي، يعني نسبه 1 في 1000. أوه. بيتعينوا منين؟ على لينكد ان، منك تخش تعمل ايزي ابلاي. طيب الاكتر بقى من ده، الشغل كله بقى بيحصل زي دلوقتي، احنا نفسنا لما نهاير حد نعمل ايه؟ ان لينكد ان دلوقتي بقى يفتح او بقى يقفل ان انت تعمل opportunities، تعمل لها اعلان على لينكد ان يوم واحد فور فري. بعد كده بتدفع. ايه اللي فور فري اللي ممكن تهاير منه؟ حاجتين، اما تنزل على التايم لاين. احنا لما جينا عيننا كل التيم اللي عندنا عملنا ازاي؟ نزلنا الاوبورتيونيتيز على التايم لاين، في يوم واحد جالنا مئات السيفيهات. انتوا في انفلونس مي بتعملوا ايه؟ احنا في انفلونس مي بنعمل اكتر من حاجه. اول ما بدانا بالسيف رايتنج، ان احنا بنكتب سي فيز وذ اي اي بالاي تي اس، بتدعم الاي تي اس. الاي تي اس بقى مهم للشركات الكبيره، الشركات المالتي ناشونال. دايما في ناس بتسوق السيرفيس دي انه بقت كل الشركات بتستخدم الاي تي اس. لا، الشركات اللي بتستخدم الاي تي اس هي الشركات الكبيره بس. تقريبا 100% من الشركات المالتي ناشونال بتستخدمه. انك بدل ما يجي لك 1000 في السي في، دلوقتي في ناس بتتفرج علينا مش عارفين يعني ايه اي تي اس. اي تي اس ده عباره عن سيستم اسمه ابليكانت تراكنج سيستم. السيستم ده بيسهل الاتش ار السي فيز اللي تجيله، بيعمل لها شورت فلتريشن. ليستنج بالظبط. تخيل كده بنك مثلا لما بيعلن، بالذات لو بنك حكومي في مصر او شركه بترول او اي شركه مالتي ناشونال كلنا نتمنى نشتغل فيها واحنا خارجين، لما بتنزل اعلان ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي مليار سي في بتتبعت لهم. هديلك مثال صغير، كنت شايف بنك من كام يوم منزل انترنشيب، الاعلان ما كملش 10 دقائق 1000 ابلكيشن اتملت، ما كملش 10 دقائق، ده لسه ما حدش خده عملوا له شيرنج على فيسبوك ولا على قنوات تليجرام. فبالتالي ممكن تلاقي اعلان واحد، وده حصل. في مره كنت عامل شيرنج لاوبورتيونيتي، الاتش ار كلمني قال لي امسحها، احنا دخلنا 100000 سي في. اوه دخلنا اروك اقفل، احنا الميل عندنا وقع. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ ان السيستم ده بقى دوره يعمل فلتره للسيفات وفقا للوظيفه المستهدفه. يعني لو انت السي في بتاعك دي 100% كمهندس باور او مهندس اي تخصص، لكن الوظيفه محاسب، هتاخد 0 على السيستم ده. طيب لو انت محاسب عندك 2 خبره والوظيفه عايزه محاسب عنده 5 سنين خبره، يبقى انت هتقع في السيستم ده ان انت الريت بتاعك يبقى مش معدي ال 30% مثلا. حضرتك بتعمل السي في بقى عشان ازاي بالظبط يجتاز الاي تي اس ده، بشرط واحد، انك تقول لنا الاستهداف بتاعك ايه. ما تجيش تقول لي شغلني محاسب، اقول لك لا، انت محاسب بس ولا محاسب تكاليف ولا سينيور اكاونتنت ولا انت سيكشن هيد جنرال اكاونت فاينانشال اكاونتنت، ولا لازم نقعد نخش معاه نقول له انت محاسب كايه، عشان ما تخشش مع المليار مع الديشليون محاسب اللي موجودين. ده الموضوع كبير. فبناخد منه الوظيفه المستهدفه دي. يعني مش موضوع بقى مش اي اي ان انا ادخل اي اي واقول له اعمل لي سي في وخلاص. للاسف زمان اللي كان بيحصل تروح للسايبر او النت كافيه او كان اسمه ايا كان مسمى، اعمل لي سي في، يعمل لك سي في على طول بالالوان والحاجات دي. بالظبط. الاي اي بقى نفسه قبل ما تقول له اعمل لي سي في لازم تبقى انت عندك شويه اسئله كتير مجاوب عليها، كتير جدا. انت تخصصك ايه؟ مستهدف ايه؟ الكي ووردز بتاعتك عامله ازاي؟ خبرتك شكلها عامل ازاي؟ المهارات اللي الشغلانه مهتميه بيها اسمها ايه؟ المهارات نفسها، الهارد سكيلز والسوفت سكيلز. السوفت سكيلز لازم تقول له حطها لي في جمل وافعال مش في مهارات. ليها قصص كتير كده عشان تطلع في الاخر السي في بالشكل المناسب ليك. حتى نفسه برامج الاي اي فيها مشكله بتواجهنا كبيره جدا جدا فوق ما حد يتخيل، ان اغلبها او كلها مدفوعه. فبالتالي تروح لاي سيستم اي اي باستثناء شات جي بي تي، حتى جي بي تي، بس باستثناء لو رحت موقع متخصص اي اي، مهما كنت عامل السي في بروفيشنال في ويب سايت تاني مدفوع، لو رحت النسخه المجانيه هيقول لك السي في وحش. ليه؟ لان هو عنده داتا حاططها عشان تقرا السي في دي.
فبالتالي عايز ياخدك ان انت تاخد تعمل السي في الايه المدفوع. عنده مدفوع. حتى السيستمز الاي اي عامله كده. فبالتالي انت اعتمادك ان انت تبقى انت نفسك عارف الاستهداف، عارف الكيوردز بتاعتك، عارف كل حاجه عشان تعمل السي في بتاعك صح. انت اللي فاهم مش الاي اي. صح. حتى الاي الاي اي فاهم بس يبقى فيه شويه لعب علشان تعمل البريميوم وتدفع انك تعمل السي في مدفوع. طيب شباب في بدايه حياتها عاوزين يشتغلوا، سواء كانوا لسه طلاب. يعني انا ابني لما قعد اتفرج عليك المره اللي فاتت اتحمس جدا وقال لي بابا انا هعمل لينكدين. جميل جدا. قلت له انا هعرفك على ايمن. حلو جدا. فانا عاوزك تقول لعمر اللي هو لسه طالب في ثانوي، او اللي لسه اللي في الجامعه، او اللي حتى اتخرج، اللي لسه ما عندوش لينكدين. اتكلمنا عن اهميه لينكدين، يعمل ايه في خطوات بس، يعني بوليت بوينتس كده، مش عايزين نتكلم كتير. طيب انا اول حاجه بس هدعي عمر ان احنا كنا هنعمل قريب ان شاء الله لينكد ان فور ستودنت، ازاي انت كطالب تستفيد من لينكد ان. حلو جدا. فاول حاجه على لينكد ان هتستفيد منها مما لا شك فيه، اول حاجه لينكد ان ليرنينج. ده قبل بقى ما تعمل البروفايل. انت ما عندك بحر كورسز مفتوحه لك على لينكد ان بريميوم. حلو قوي. وعندك شهر فور فري. يبقى انت اول حاجه انت هتعرف تتعلم بزنس صح. يعني انا ممكن ادخله بالفيزا بتاعتي شهر وافصل عشان ما يعورنيش. بس احنا كلنا عملنا الموضوع ده. كلنا عملنا الموضوع. كام في السنه؟ والله باكجز كتير واسعار كتير وفي. بس ده غالي قوي. في هو مشكله لينكد ان مدفوع انه غالي فعلا. حتى الاعلانات بتاعته المموله غاليه جدا. الفيوز تغلى غاليه اضعاف البلاتفورمز الثانيه. ولكن الاورجانيك على لينكد ان فيه ميزه خطيره، وهي ان الانسايتس بتقول ان 277% اكتر الليدز بتبقى عندها قدره للشراء وبتشتري اكتر من لينكد ان عن باقي البلاتفورمز. ايوه، اصل ما فيش الناس مش داخله تهزر على لينكد ان. بالظبط. فاي اكتيفيتي ليها علاقه بكول تو اكشن بيبقى قول مثلا 3 مش 2.7، قول لو هم 3 يبقى 3 اضعاف بيخشوا يشتروا من لينكد ان على طول. فانا هنصحه لو هو هيبدا على لينكد ان اول حاجه لينكد ان ليرنينج. بالظبط. اول ما يعمل الاكونت بتاعه قبل لينكد ان ليرنينج كمان، قبل ما يروح يشوف الكورسات، يتفرج على اكسبيرينس بتاعت الناس اللي قبلنا. انا بداتها كده. اول ما دخلت على لينكد ان مش فاهم هعمل ايه، عايز اشتغل محاسب، اروح اشوف الشغال سي اف او في اكبر شركه مالتي ناشونال في مصر. ايه الكارير دايركشن بتاعه، عمل ايه. دي اول حاجه. يبقى انا هشوف اللي عملوا شيرنج الاكسبيرينس بتاعتهم، يبقى انا هتعلم من اللي قبلي. دي اول حاجه. اشوف انا بنفسي مثلا وانا في ثانوي عايز اشتغل مبرمج، يبقى انا هخش على بروفايل اكبر مبرمجين في العالم مش في مصر بس، عملوا ايه وصلوا لده ازاي. يبقى انا اول كاتبين على صفحتهم كل حاجه. انت هتشوف حاجتين، اول حاجه السي في بتاعتهم، الكارير باث بتاعهم من اول ما اتخرج من جامعه ايه ودرس فين وكمل ازاي عشان يوصل للمكان ده. دي اول حاجه. تاني حاجه هيعملها ان يشوف لما يعمل فولو للناس دي ويشوف اللي بنسميهم المؤثرين في المجال اللي هو مهتم بيه، هيبدا ياخد اكسبيرينس اكبر بكتير من اي مكان تاني يقدر ياخدهم. لو دخلت على تيك توك، احنا كنا بنعمل كده ساعات، نخش نتعلم مثلا من حد بيتكلم في البيزنس. انا بعمل كده. يعني انا اول ما افتح التيك توك بتاعي بيجيب لي الحاجات اللي انا مهتم بيها اللي هم بتوع البيزنس. الفيديو اخره قد ايه على التيك توك؟ دقيقه دقيقتين. لكن لو دخلت على لينكد ان هتلاقي الناس كاتبه كونتنت وكورسز وماتيريال تقعد سنين تتعلم بيها، مش بس دقيقه او دقيقتين. فانت هتاخد العلم من مكانه الصح للشخص اللي بيعلم. بس جين زي دول ما بيقعدوش اكتر من دقيقه ولا دقيقتين. هم عاوزين الريلز السريعه دي، بيسكرول على طول. انا ما بقولوش يعمل. لينكد ان في كده برضه. لينكد ان في ريلز فتحت مؤخرا وبقت لينكد ان يدعمها للمحتوى الاجنبي. يعني لو حد عمل فيديوز اجنبيه بتفايرل اكتر من المحتوى العربي. لسه المحتوى العربي ما شفناش الاثر الكبير بتاعه زي المحتوى الاجنبي. فبرضه عنده الريلز دي. ولكن انت ضامن، مش قصدي حاجه والله، انت ضامن ان انت جوه مجتمع نظيف وناس مختلفه تماما. يعني انا مش قصدي حاجه، بس تيك توك او ايا كانت بلاتفورم من غير ذكر اسمه، وانت بتقلب ممكن يظهر لك فيديو كده مش مظبوط. بيحصل. لينكد ان مش هتلاقي ده تماما. انت لو لقيت ده على لينكد ان ومش بالشكل ده كمان، ان الناس ساعات بتحط كونتنت مش هقول بقى مش حلو، بعد شويه عن لينكد ان. مثلا حط قصه كده مالهاش اي علاقه بالحته المهنيه بتاعته، تلاقي ناس تقول له انت ده مالوش مكان على لينكد ان اللي انت قايله ده. فبتلاقي هجوم مهول لغايه ما يتمسح في الاخر او يحصل عليه ريبورتس. فانت برضو مش بقول ان هو جنه او هو كتاب انزل من السماء خالص، ما بقولش كده. بقول هو الاقل في الاضرار بالنسبه لباقي بلاتفورمز السوشيال ميديا. فهو لو اول حاجه لو شاف لينكد ان ليرنينج، تاني حاجه بدا يشوف المجال اللي هو مهتم بيه ويشوف الناس اللي قبله مشيوا ازاي، او يشوف على الاقل الاكسبيرينس بتاعتهم والشيرنج النولج اللي شيرنج للنولج اللي خدوها وبيتعلموها، هيتعلم من الناس دي. بالعكس كمان هو يشوف امثله ناجحه حقيقي، هيبدا ياخدهم
قدوه في المجال ده. لما انا اخش على بلاتفورم والاقي حد بيسافر، بيتفسح، بيعمل اي اكتيفيتي حتى مش عاجباك كأب او مش عاجبانا احنا كاخواتنا الصغيرين، بنبدا نخاف منه. لكن انت هنا ضامن ان الناس دي كلها حققوا حاجات وارقام وافاده للناس دي كلها، فده هيبقى كويس برضو ليه. في البدايه يبدا بالشكل ده، يعني مش عايز اكبرها له، بقول له يعمل حاجات تانية كتير اكتر انا من قلت كده. له ادخل اعمل بروفايل ودور على العمل التطوعي. جميل جدا. فازاي برضو تنصحنا بالموضوع التطوعي ده؟ هيلاقي انترنشيبس على لينكد ان. عايز اقول لك ان على ايامنا كان الانترنشيبس لطلبه الجامعه بس، دلوقتي بقى لا، في اماكن كتير في مصر تعمل انترنشيبس للطلبه، فده هيلاقيه برضه على لينكد ان. ولو ما لقوش على لينكد ان هيعمل ايه؟ في حاجه كنا بنعملها، يعني لما ننزل نشوف، نعرف نسمع ان في مثلا اعلانات نازله. هديك فكره صغيره جدا وجميله جدا كنت بعملها، اللي هي ايه، ممكن كمان تعملها لعمر، مش هو بس اللي يعملها. في حد كان كلمني من فتره قال لي انا ابني عنده 9 سنين وسمعت ان في مكان اكس مثلا من اماكن بياخد انترنشيبس للسن ده في عندهم في الستورز بتاعتهم، وانا عايز اودي ابني، تعرف توصل له؟ قعدت اقلب شويه، وصلت له، لقيته اصلا عندي في الكونكشن. الاول قلت له، بعت له هو يكلمه يحاول يوصل معاه، وفي نفس الوقت انا قلت له استنى بعد كام يوم لو ما ردش عليك هبدا ابعت له انا، لغايه ما عرفت بعد كده بطريقه اللي احنا نوصل ونعمل ونحاول نبوش، ولسه البروسيس شغاله يعني، لسه كان من كام يوم. فده شكل من الاشكال. ممكن تقول هنزله انترنشيب في الصيف، هيتعلم وهيشتغل وهيعرف يعني ايه بقى مسؤوليه، يعني ايه شغل من 5 ل 8، الحاجات دي كلها عن طريق مين؟ توصل لمين؟ عشان لو رحت ستور قلت له عايز ادرب ابني، هيقول لك احنا مش اداره. لو رحت مثلا لفرع مثلا من فروع ريتيلينج، فرع من فروع الكافيهات مثلا يروح الكبير، يقول لك روح الاداره المركزيه، فين انت في اكتوبر؟ ده روح في مدينه نصر. بالظبط، خلاص مش هتروح. فبالتالي انت من لينكد ان وصلت له في ثواني. فدي برضو حاجه يقدر يعملها عليه. يعني الولاد زي ما قلت لك، الفولنتير ورك يقدر يلاقيه من خلال لينكد ان، الانترنشيب يقدر يلاقيها من خلال لينكد ان. نروح بقى للكلام عن البيرسونال براندنج واهميته. كنا بنتكلم قبل التصوير، بقول لك ان انا ما لقيتش حد بيتكلم في البيرسونال براندنج هو عامل الكلام ده عن نفسه. فيعني لو كان نفع نفسه خلاص. احنا بنتكلم مع ايمن اللي هو شاب، عندك كام سنه؟ انا عندي 36. 36 سنه، شكلك عجوز شويه برضه. اصغر من كده، شكلك اصغر من كده. ايمن عمل سكسس ستوري، ولما يتكلم مع الشباب هو عنده ارقام بتتكلم عنه، في فاكتس لا تقبل يعني المحاباه. ايمن لو عاوز ينصح الشباب الصغير يعملوا بيرسونال براندنج، يعملوها ازاي على السوشيال ميديا بشكل عام، مش بس على لينكد ان، واهميه البيرسونال براندنج، هل هي فعلا هتساعدهم يمونتايز الكلام ده ويحولوا الفلوس ولا لا؟ طيب انا شكرا طبعا لكلامك والله، بس انا لسه برضو قدامي كتير في البيرسونال براندنج، يعني انا لسه برضو مش بادئ من فتره كبيره. الحمد لله في ارقام اتحققت، جزء منها توفيق من ربنا، وجزء منها قد يكون اشتغلت وتعبت كله توفيق من وكملت. ربنا. في الاخر كله توفيق من ربنا. نعم بالله. وفي ناس كمان يعني ناجحه في البيرسونال براندنج كل حاجه، انا مش قصدي اقول حاجه على طبعا اي حد طبعا والله، طبعا عشان طبعا، لا انا بتكلم على اللي الناس بيتكلموا بتزعل. كتير عنه هم فعلا ايوه مش بالظبط، محققينه. بالظبط. لكن في ناس محققين بيرسونال براندنج بشكل كبير جدا، ولما تيجي تساله عنه يقول لك ايه يا عم ده توفيق ربنا. ايوه بس قول لنا عملت ايه، عايزين بقى نقول للناس عملنا ايه. قبل ما اتكلم برضو عن البيرسونال براندنج على السوشيال ميديا، هتكلم على البيرسونال براندنج على الارض. يعني حلو. انا عايز اقول لك ان اكتر 3 اثروا في حياتي للنهارده، منهم 2 مش موجودين على السوشيال ميديا اصلا، عندهم الاكونتس بتاعت لينكد ان وفيسبوك وانستجرام منظره، بس يخش عشان يطمن على اصحابه عليه، ما لهمش اي تردد. ده الاهم والاكبر والاغلى، ان انا ااثر في اخويا، ان اثر في ابني، ااثر في اصحابي وزمايلي. ده التاثير الحقيقي والاكبر، واللي الناس ناسياه. الناس فاكره باب إن- النجار مخلع. ان البيرسونال براندنج ان انا ابقى على السوشيال ميديا، الناس بتتابعني، الناس بتقول لي الله عندي فولورز، عندي تاثير، مش حدش عارف انا باثر في ايه، انا باثر وخلاص. في ايه بقى محدش عارف. عندي فولورز كتير. بالظبط، ده الفرق بين المشهور والشاطر. والبراند بقى اللي هو أيوة. اللي عامل نفسه براندنج. فبالتالي اول حاجه لازم تفكر هل انت مؤثر في الدايره المحيطه القريبه ليك ولا لا. ممكن تكون مش عارف تاثر فيهم عشان مش مقتنعين بامكانياتك، ما عندكش القدره تقنعهم او تؤثر هو فيهم. برضو زامر الحي لا يطرب. صح طبعا، بس انا خدتها من ناحيه تانية، وهي ايه، ان يمكن يكون مش مدينه الثقه. أيوة. يعني نمشيها كده ماشي خلاص. ماشي. تضرب انت جامد قوي.
انا ما بعرفش اضرب كده. فلو خرجنا من الجزئيه دي، انتقلنا بقى على السوشيال ميديا، او قبل ما تنتقل كمان على السوشيال ميديا لازم تفكر ايه الاثر اللي انت عايز تتركه للناس. انت عايز تاثر في ايه؟ لو اتكلمناها بيزنس شويه بنسميها اللي هو اليونيك فاليو بروبوزيشن بتاعتك، اللي هو من الاخر ايه الحاجه اللي عند ايمن الشربيني، ايه أيوة. الحاجه اللي عند اكس من الناس. ممكن تكون انت مش اشطر حد فيهم، ممكن يكون انت مش اكتر حد، مثلا لعيبه الكوره، لو ضربنا مثال بالكوره مثلا عشان احنا اشهر حاجه، كريستيانو مش امهر حد، لكن هو اكتر حد عرف يتعب ويشتغل على نفسه ويدوس ويتمرن ولغايه النهارده مجهود هنروح مهول. بعيدا، محمد صلاح محمد صلاح اشطر، يعني امهر منه مليون مره شيكابالا، وامهر منه مليون مره ميدو، لكن محمد صلاح طبعا. عرف يدير المنظومه لا دي. ميدو مش امهر منه، لا يعني شيكابالا طبعا ماشي طبعا خلاص، طبعا. خلينا نقول شيكابالا. صالح جمعه، ان كان في ناس كتير جدا اه لعيبه في مصر كانوا يعني مم. مش عايز اقول امثله كتير لما لا نهايه، لكن صلاح يا جماعه فكوكوا مني، مم. فكوكوا من الاعلام. مش بنقول ان هو بيتصرف صح او غلط، انا بتكلم في جزئيه معينه، هو ركز في الكوره. مم. يعني مش بنتقده ولا بقول ان هو مثال، الراجل عرف يشتغل نفسه لغايه ما وصل لده. فبالتالي اول حاجه انت تشوف ايه الفاليو بروبوزيشن القويه بتاعتك، مش شرط تكون اشطر حد فيها، بس ممكن تكون انت افضل حد بيعرف يوصلها بشكل مميز مثلا، ومركز فيها، ومركز فيها. لان بعض الناس برضو بتلاقيه المحتوى بتاعه واخد من كل ركن اغنيه. بالظبط. في واحد تاني لا، بيقول لك انا يا جماعه انا مركز، يعني مثلا بتوع انجليزي يقول لك انا مركز في الاطفال، انا مركز مثلا في المبتدئين، مش هقعد بقى اجيب لك ايديومز واجيب لك مش عارف ايه واجيب لك ايه واجيب لك ايه، ما تلاقيش عنده سيجمنت واضحه، صح. السيجمنت عنده مهترئه. اي بوست جايب ريتش الحق انزله بسرعه، اعيد صياغته، اكتبه بشكل معين، اي ترند اطلع اجيب بريتش الم بيه فولورز. لكن في الاخر لو جيت تفتكره مش هفتكره. انا هفتكر مين؟ حد مثلا زي الدحيح، هو شغال بشكل معين ليه اتجاه ماشي عليه. يعني مهم ان انا وانا بعمل بيرسونال براندنج افكر رقم واحد في الفاليو، بس كده، انا داخل اقدم فاليو ولا لا. وعشان ابقى بقى براند، طالما بقى كلنا بنفكر نقدم فاليو، بس عشان ابقى براند لازم اميز نفسي في حاجه. انت الناس شايفاك ايه؟ يعني الناس حطاك فين؟ طب لو مش شايفيني في حاجه وانا مش عارف انا مميز في ايه، اعمل ايه؟ دايما بنقول اول حاجه اسال المحيطين بيك. اخوك، بلاش اخوك عشان الاخوات دايما بيبقوا شايفوا ان هو حد فاشل. بلاش اخوك. بلاش اخوك. لو انت اخوك ده صديق ليك اساله، ابدا اسال الناس القريبين منك، الناس اللي اصحابك، الناس اللي كانوا معاك في الشغل، الناس اللي قابلتهم في الجامعه، حد انت بتثق في كلامه، اخ اكبر ليك، قول له انت شايفني مميز في ايه؟ ايه اللي بيميزني عن غيري؟ ما لقيتش اي حاجه خالص، ابدا انت حط لنفسك حاجه مميز فيها. ما لقيتش برضو خالص، ابدا لو انت برضو في حته ناس بتختلف فيها شويتين ثلاثه، ممكن تكون انت شايف نفسك في حته بس كل حواليك شايفينك في حته تانية. انا دلوقتي الناس كلها شايفيني ان انا بعرف ارسم، لكن انا شايف نفسي ان انا لعيب كوره. طب ما انت ما بتعرفش تلعب كوره، لا انا لعيب كوره. انت يبقى احنا هنرجع لنقطه معينه، حته بقى الريبراندنج بتاعك. انت هتشوف انت هتعرف تشتغل اكتر على نفسك عشان تميز نفسك في الحته اللي انت عايزها، ولا تسمع كلام الناس شايفينك ازاي. دي نقطه مهمه. خلاص انت اقتنعت ان الناس شايفينك في حاجه انت مهتم بيها، او حاجه انت مش مهتم بيها وبتكرهها وعليها وشايفها حتى حاجه غير اخلاقيه بالنسبه لك او بره مبادئك. فانت بالتالي لازم تشوف الحاجه دي انا شايفها كويسه، يبقى انا هروح لها واتعلم واشوف وادوس فيها وابدا اركز فيها واعمل البروسيس بتاعت البيرسونال براندنج الكامله، ممكن نتكلم عنها بعدها. لقيت ان الحاجه دي وحشه، لا اخرج منها واشتغل على اللي انا عايزه عشان اعمل لنفسي براندنج في الحته اللي انا عايزها. تمام. دي في جزئيه الفاليو بروبوزيشن، او انك تختار يونيك فاليو بروبوزيشن. تمام. بعد كده بعد ما حددت الحاجه اللي انا مميز فيها، ابدا اشوف اول خطوه، وهي انا البروف ليا فيها بروف ولا لا. مش لما اجي اقول لك انا هقدم لك الايفيدنس، يعني بالظبط انا هقدم لك ان انا دلوقتي هقول لك انا مدرس شاطر، انا مدرس ثانويه عامه شاطر. ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ هتقولي انا معايا مثلا، انا اكتر حد في منطقتي جبت الناس عندي قفلوا الماده وليكن، او وريني فيديو ليك بالظبط، وانت بتشرح، وريني فيدباك للستودنت عندك واولياء امورهم القدام عاملين ازاي. مش ممكن تكون بتشرح زي، مش قصدي حاجه، بتشرح والناس مبسوطه منك بس خرجوا في الاخر مش فاهمين حاجه. يعني في بعض المدربين تبقى قاعد في المحاضره بتاعته مبسوط جدا ومنبهر، بس ما طلعتش بحاجه، ما طلعتش بمعلومه اقدر افيد بيها او استفيد بيها. صح. فبالتالي اشوف الفيدباك دي البروف بتاعتك
لازم يبقى ليك بروميس، لازم تبقى انت عندك وعد بتوعده للناس اللي بيتابعوك. يعني لما اجي اقول لك انا هخليك تعمل سي في 100% بتدعم الاي تي اس، صح؟ ده بروميس هقدمه ليك. طب لو انا ما قدمتش ده يبقى انا مش عارف اعمل لنفسي بيرسونال براندنج. طب انا لو قدمته لك يبقى انا دلوقتي بعرف اعمل لنفسي براندنج، صح؟ طب انا اقدمه لك ازاي؟ لازم اقنعك ان انا هوعدك بان انت هقدم لك سيرفيس مميزه وهي اكس من السيرفيسز دي، بدل البروميس اللي انا هديه لك. يبقى لازم اول حاجه احدد انا عايز ايه، يبقى لي بروبوزيشن، لازم يبقى انا عندي توثيقات من ده. وفي حتى في توثيقات كمان تفرض انا ما عنديش بروفس، لسه ما عنديش بروفس، اعمل ايه؟ انا ديزاينر، ده اكتر سؤال بيجي لي، انا ديزاينر، انا كونتنت رايتر، انا بشتغل ويب ديفلوبر، بس ما عنديش اي بروفس، عايز حد اعمل له بروف، عايز حد اشتغل له عشان اعمل له بروف، صح ولا لا؟ صح. اجابتها بسيطه جدا. اول اجابه فيهم ان انت تخش تعمل بروجكت للناس الاقربون. انت بتعمل ديزاينر، اتعلم الحلاقه في اخوك الصغير. بس كده، احلى لاخوك الصغير احلى له كده. ابدا جرب من الناس القريبين ليك، بداوا يديك فيدباك، طور من نفسك وتشتغل. بعد كده ابدا اعرض خدماتك المجانيه، صح، للناس اللي هم عندهم فاليو وهيقووا البروفايل بتاعك. مش عيب ان اروح لحد اكسبرت في مجال، سواء بقى عنده متابعين سواء عنده شركات، وابدا اقول له انا مستعد اعمل لك سيرفيس واحده مجانيه او 5 حاجات مجانيه قصاد ان لو عجبوك هحطهم في البروفايل بتاعي. او بلاش، ممكن ما اقولوش دي كمان. مهم جدا موضوع المجاني ده والعمل التطوعي. انا اصلا يعني مؤمن من اللي بيدي كتير بيجي له كتير. في ناس بتبقى عندها شيء من تحس انه بخيل بخيل، ويقول لك ايه، انا ما هقعد هعمل كورس مجاني، طب ما انا اولى، ما انا اعمله بفلوس. هو لنفسك انت اول واحد تتعلم من الكورس المجاني، اول واحد تتعلم. يعني مثلا حته البروف دي، لما كنت بقول لحضرتك ان هو لو حتى ما قالش للشخص اللي هو الكبير ده، او الشخص اللي هو الانفلونسر ده، او الشخص اللي هو الاونر للشركه ان احطه في البروفايل، لو عجبه السيرفيس دي، لو قدم له خدمات مجانيه وعجبته، يقدر يقول له انا المره الجايه هقدم لك برده مجاني قصاد ما احطهم في البروفايل بتاعي. يمكن في الاول يخاف ان هو يحطه في البروفايل بتاعه ان هو عمل له شغل، صح ولا لا؟ صح. فلازم يكون تدريجي. بعد كده يبدا يقول له طب انا هدي لك الشهر الثالث 50% ديسكاونت، هدي لك الشهر اللي بعده 70% لو انت اشتركت معايا في 6 شهور. تدريجي ده اللي هيعمل البروفايل بتاعك، وتبدا تختار وتبدا تشوف المنافسين. ابدا ابعت لمنافس، كلنا بنعمل كده. ممكن تقول البروفايل بتاعك، ممكن تقول السيرفيسز بتاعتك، ممكن تقول انت بتقدم ايه، بتبيع بكام. الحاجات دي كلها انت هتبني عليها البروفايل بتاعك. مش هتنقلها طبعا، مش هتنحتها بالنص، لكن هيقول لك البروفايل بتعمل ازاي، هيقول لك العملاء شكلهم عامل ازاي اللي هم مهتمين بالسيرفيس بتاعتك. انت مع الوقت لما تنزل وتشتغل هتعرف شكل البروفايل، هتعرف تملى ازاي. لكن لو انت وقفت انا مستني اول عميل هبيع له ان شاء الله ب 10 جنيه، مش هتبيع لاول عميل. صح. ممكن تبيع بس لازم تبقى انت اسرع من ان انت تستنى عميل. يعني استفدنا كتير وخدنا خطوات عمليه للشباب الصغير، وتعلمنا اهميه اللينكدين. بتوظف، لو استخدمت لينكدين صح هتعرف تلاقي منه وظائف، ازاي تشتغل على نفسك وتعمل بيرسونال براندنج، ازاي اهميه العمل التطوعي، ازاي تشتغل مجاني وتدي عشان خاطر يرجع لك. واهم حاجه عاوز اختم بيها اهميه الصبر. اهميه الصبر تبقى يعني عندك كونسيستنسي في الموضوع ده كله، ان ده اهم شيء، ان انت ما تستعجلش النتائج. زي ما قلت لنا قبل كده مره، ان انت ممكن تدخل على لينكد ان تلاقي نفسك زهقت بعد 6 شهور وسبته وبعدت. لا، الموضوع محتاج صبر ومحتاج مثابره، انك تفضل طول الوقت يعني ايه، صابر. لان الموضوع الفرق ما بيني وما بينك ان احنا ماشيين بنجري في ماراثون، والماراثون ده اللي بيكمل فيه للاخر. ممكن تكون انت سابقني بسرعه كبيره جدا ومسافه كبيره جدا بس تتعب وتبطل، لكن انا بمشي بخطوات ثابته وبمثابره بقدر اوصل في النهايه. فدي النصيحه اللي عاوزين نقولها في النهايه لايه، للشباب الصغير. بص، هي اغلى نصيحه لو هقولها في حياتي كلها دايما، حتى لما ببدا اي محادثه، ببدا اي سيشن، ببدا اي تريننج، بقول يا جماعه وان ليس الانسان الا ما سعى. انت بتسعى والباقي على ربنا. دي اول حاجه. تاني حاجه، تجاربي كلها وتجارب كل اللي حوالينا، ممكن يكون في واحد في ال1000 لقى شغل بالواسطه، في كتير. ممكن يكون واحد لقى شغل من اول opportunity بيقدم عليها، لكن مش ده العادي، مش ده الطبيعي. الطبيعي ان انت لازم تقدم وتصبر لاقصى درجه. هديلك تخبط على بيبان كتير، يمكن ما تعرفش ايه الباب اللي يفتح لك. اول لينكد ان ما بداته كنت بدور على انترنشيب، في اول سنه ما جاليش ولا انترنشيب. تاني سنه جالي واحد بس،
جالي واحد رحت عملت انترفيو فيه وما قبلتش. بعد ما اتخرجت قعدت جالي تدريب كده اللي هو بعدها كده للخريجين، قعدت 11 شهر بدور على شغل من لينكد ان. بعدها في اخر بقى 6 شهور التانيين بقى من ال 11 شهر دول بدات تبدا يتندى على الانترفيوز، يبدا يجي لي انترفيو كل اسبوعين، بدا يجي لي بدا بقى يزيد. ده بالنسبه للشغل. حتى ليه برضو القصه دي؟ لينكد ان نفسه زي ما قلنا في الاول هو داتابيز، فانت بتقعد تملى الداتابيز دي، مش بس ان انت تعمل كي ووردز صح وتحط الاكسبيرينس وتحط الهيدلاين صح وتحط السكيلز صح، ده مش كل حاجه. انت كمان لينكد ان عشان يقرا ان انت محاسب شاطر لازم كمان الكونكشن بتوعك يبقوا 80% محاسبين. هتجيبهم منين؟ ما هو دور على الناس شبهك صح. هتخش تبعت النهارده 1000 كونكشن هتاخد سبام وممكن يتقفل لك لينكد ان. ده بالتدريج. ده سبب من الاسباب انك لازم تصبر. عشان فريلانسر نفس القصه، لازم تركز انك تعمل بروفايل وتجيب عملاء ويدوا فيدباك وتبني كريديبيليتي وتراست للناس دي كلها. هتعمل بيرسونال براندنج، لا انت هتقعد كتير ان انت تجرب وتغلط وتختار سيجمنتيشن وتارجتنج ويقع منك وتعدل وتون اوف فويس وتعدل وتحط بروفز وتخليها تبقى بروفز احسن. كل ده شغل كتير هيحتاج منك صبر. بالظبط. زي ما شفتوا بنقول للجيل اللي هو جيل الفا وما قبله، خلاص، وجيل زي وما قبله، بنقول للشباب اللي بيتفرج علينا، بنقول للناس اللي من سننا حتى، الموضوع محتاج صبر ومثابرة. الموضوع محتاج ان انت تشتغل على نفسك. الموضوع محتاج ان انت تعمل بيرسونال براندنج صح. وبيرسونال براندنج مش انك تبقى مشهور، ولكن مشهور بايه؟ مشهور بفاليو، مشهور بحاجة إضافة في المجتمع بتقدمها. تشتغل على نفسك بصبر وبخطوات علمية صحيحة. إنك أهمية اللينكد إن والسوشيال ميديا في البيزنس دلوقتي أهمية كبيرة جدا جدا جدا. كلنا عملنا فلوس من السوشيال ميديا، كلنا عملنا فلوس من السوشيال ميديا، بس في ناس كتير جدا جدا عندهم أكتر مننا فولورز وما بيعرفوش يعملوا منها فلوس. لازم تتعلم تمونيتايز السوشيال ميديا، لازم تتعلم تحول عدد المتابعين وعدد المتفاعلين على صفحتك إلى كلاينتس، إلى كاستمرز، إلى ناس تستفيد منهم وتعمل معهم بيزنس وتقدم لهم خدمة فيها فاليو ويعود عليك كمان بالفلوس. وده ما فيهوش أي حاجة عيب على الإطلاق. بشكر أيمن الشربيني على الوقت وتعلمنا واستفدنا. على راسي والله. أنا مبسوط جدا. وعمر ابني مبسوط جدا دلوقتي. يا سلمنا عليه. يوصل إن شاء الله. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من Ediverse Talks مع نجم جديد من نجوم المجتمع في مجال من المجالات المختلفة. شكرا لكم. كان معكم تامر أنور في Ediverse Talks.